صباحكم فل. ساعات الواحد بيكون متضايق من جواه من غير ما حد يعرف ايه السبب اللي مضايقه. يعني هو متضايق، يقوم يجي يتعامل مع اشخاص عاديين جدا او كويسين جدا، يقوم هو يعمل مشكلة من غير سبب. طب بيعمل المشكلة ليه؟ اساسها ان هو مش مبسوط من جواه مع نفسه. بصوا يا جماعة الورد، بصوا الورد. اظن اللي يشوف الورد ده لازم يتبسط، صح؟ اهو بصوا جمال الورد. الله، بصوا جمال الورد. بصوا هنا، بصوا. الله على الجمال، الله على الجمال. عشان كده كل ما تبقى متضايق انزل، روح في مكان حلو، اتفرج على حاجة حلوة تريح النفسية، وبعدين هتلاقيك انت مزاجك جميل. انا بقى مزاجي بيبقى جميل هنا في السنتروم ده. السنتروم بتاع لايبزيج ده من احب الاماكن على قلبي. في اماكن كتير للكافيهات وشوكولا وشوبينج وايس كريم. بصوا الجمال يا جماعة، بصوا الجمال، بصوا الألوان وجمالها. شايفين الفاترينا بتاعت المحلات؟ هدوء، راحة، جاذبية، مفيش أجمل من كده. كل ما هنا بقى ده اسمه باساجة يعني تحت العمارات الكبيرة في السنتروم غالبا بيكون في باساجة فيها المحلات الغالية. محلات هنا بتكون غالية. اوريكم دلوقتي حاجة كمان حلوة، مية للشرب اهي. هي مش كتير بتبقى موجودة في المانيا بس موجودة دلوقتي اهي. وده من ظهرها حتة نحتية فنية. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا أثر الفن في كل شيء؟ الفن والجمال هما أساس كل شيء في الحياة. أساس إن أنت تبقى سعيد، أساس إنك تبقى مرتاح، أساس إن أنت تبدع، أساس إن أنت تشتغل تنتج. بصوا يا جماعة، دي كنيسة مشهورة في لايبزيج. وهنا في أماكن للقعاد، وده هيرباخ. Am vergangenen Sonnabend zum Mittage kamen 4 Wagen mit Hausrat beladen von Köthen all hier an, so dem gewesenen dasigen fürstlichen Kapellmeister als nach Leipzig gruppierten Cantori Figurali zugehörten. Um 2 Uhr kam er selbst nebst seiner Familie auf 2 Kutschen an und bezog die in der Thomasschule neu renovierte Wohnung. سامعين؟ باخ، موسيقى باخ. Demnach ein edler und hochweiser Rat dieser Stadt Leipzig, mich zum Kantor der Schulen zu St. Thomas angenommen und einen Revers in nachgesetzten Punkten von mir zu vollziehen begehre, also verspreche ich hiermit heute, am 5. Mai 1723, dass ich die Musik in beiden Hauptkirchen dieser Stadt nach meinem besten Vermögen in gutes Aufnehmen bringe. هنا تحت في مكان هما راسمينه اهو، بتدوس عليه يطلع لك الصوت. في كمان ابلكيشن تسكان الكود، تسمع الحاجات وتعرف الاخبار بتاعه الموضوع.
دي اسمها Hörstation، يعني محطة سماع. وهنا انا شايفة ان دي فكرة حلوة قوي، ممكن تستخدم في حاجات كتير قوي، للاعلانات، نوع من الاعلان الحديث، عشان انا بتاعت اعلان بقى وانتوا عارفين. صباحكم فل، رشا امين.